بينزل بمساحه فرن كبيره جدا، فيه خاصيه الديفروست فك المجمدات، خاماته كلها ايطالي والتقفيل والفينش جميل جدا. تعال نتعرف على البوتاجاز ده. الحوامل طبعا فيها صدادات تحتيه جلد، ودي صاج عازل عشان الازاز حراري، وصاج محمل. الغرف كلها طبعا ايطالي لو كنا شفناها. العيون كلها ايطالي شركه سباف، والغرف الاشعال الحساس مفيش مكان تخش منه ميه ودهون تحت البوتاجاز. بيشتغل ازاي؟ لو انا جيت فتحت كده، هو انت جايب عامل الشعر يبدا يطقطق كده منك، فلازم تفتح اهو وتحرك. دي الدرجه عاليه، وبعدين تجيب كده الدرجه، يجيب لك الدرجه الهاديه. الاكرة بقى، الاكرة نفسها فيها اشعال ذاتي، يعني الاكرة فيها اشعال ذاتي تمام. بقى العين اللي في النص بقى فيها اوبشنات شويه، يعني لو فتحتها بعمل اعلى درجه بتجيب لي العيون كلها بتشتغل. طب انا وطيتها سنه هتوطي كل العيون كلها. طب كمان درجه هيطفي اللي حواليها الكبيره والصغيره هتفضل، وكمان درجه بتوطي الدرجه الصغيره خالص. العلامات كلها مرسومه على الاكرة اهيت زي ما انتم شايفين، كل واحده عليها فيها درجه الواطي اقل حاجه والعالي. هنا ديت الشوايه اهيت، شوايه ولمبه، السيخ شويه بيلف اهوت. مش عايزها تقدر تشيل الايد بتاعتها، المقبض بتاعها مش عايزها هتشيلها عرز اهوت كده. لمبه ومروحه، مروحه شغاله كده، وكده لمبه بس. طبعا البوتاجاز بوش بينزل بمفتاح واحد، يا فرن يا شوايه، تقدر تشغل يا فرن يا شوايه، ما ينفعش تشغل اتنين مع بعض. ادي الفرن وكده نطفي نشغل كده العكس كده، دي الشوايه شغاله اللي فوق اهيت. طبعا الفرن من جوه لو شفنا شكله تقسيمته، كل الواح ديت كربونيه، الواح كتلاتيك ما تمسكش فيها الدهون، او لو مسكت فيها الدهون والزيوت تقدر تشغل الفرن على اعلى درجه تنزل الدهون تدوبها، تقدر تنضفها بسهوله جدا. فروست فك المجمدات كده، اول ما تشغلها بتجيب لك العلامه دي. لو انا حركت الفرن اتجاه الفرن من غير ما اشغل غاز خالص هيسخن، يعني هتلاقي لو جيت هتلاقي في صدى طالع سخونيه تحت من جنب الفرن. هي العلامه بتكتمل اما بتيجي تشغل تحرك اتجاه الفرن كده. اشتغلت خاصيه الديفروست اللي هي تلاقي فيه سخانات حوالين الفرن. لو شغلت اكتر بقى وشغلت الفرن غاز اكتر هيطلع ويسخن اكتر، طبعا ده بيوفر مجهود شويه للفرن. شفت تقفيل الفرن عامل ازاي؟ في خاصيه كمان اللي هي نفك اللي هو ايزي كلين، نقدر نفك الازاز ونطلعه بره نغسله ونركبه تاني، طبعا سهله اهيت بمفتاح من الجنب تضغط عليها تطلع الازاز. دي شكل الاوكر اهيت صغيره شويه. طبعا هنا تخلي بالك بقى من الميه تقع جوه.